النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس تحفه وخطيره. انا بسميها البطاطس السريعه. بجد جميله جدا وسهله قوي، وفي نفس الوقت طعمها تحفه 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 تحفه. هتعجبكم جدا جدا. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه لو الفيديو عجبكم. دلوقتي انا عندي هنا 4 طماطمات مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وعندي هنا برضو بصلتين كبار قطعتهم حلقات رفيعه كده اهو. هقول لكم هنعمل بيه ايه. وعندي قرن فلفل حامي وقرن رومي. تمام، لو مش حابه الحامي ما تحطوش، بس هو بيبقى تحفه جدا بصراحه في البطاطس، وبيديها طعم حلو قوي قوي. هنا بقى جبت صينيه كده اللي انا هعمل فيها اصلا البطاطس. وعلى فكرة تقدروا تعملوا البطاطس دي من غير لحمة ولا فراخ نهائيا. انا بصراحة كنت هعملها كده من غير لحمة ولا فراخ، بس لما سلقت اللحمة فقلت ان انا ايه، احط معاها حتتين يدوا طعم كده اهو فيها يعني. لكن في نيتي من الاول ما كنتش هعملها ولا بلحمة ولا بفراخ. هنا بقى خدت البطاطس اللي قلت لكم عليها على معلقة السمنة ديت في الصينية كده، وشوحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا جبت البطاطس بقى دي اللي انا مقطعاها طرنشات كده اهو برضو. ايه، هشوحها تشويحه كده حلوه مع البصله. تمام. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتفرق جدا جدا في الطعم، والبصل كده بيبقى مكرمل سنه مع الصوص بتاعه بقى كده، بيدي ريحه حلوه قوي. هناخد بقى الخلاط نحط فيه الطماطم بتاعتنا اللي احنا ايه خرطناها مع بعض بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. كلها سهله جدا وسريعه، وما بتاخدش مننا وقت خالص، ومكوناتها بسيطه قوي. هحط عليهم بقى كده اهو الفلفل، وهنزل عليهم بمعلقه كده اهو من الفلفل الاسود، معلقه كبيره كده حلوه. تمام، عشان انا عامله صينيه بطاطس بس كانت ايه كبيره شويه. وهناخد مع بعض شويه كده من الملح برضو حوالي معلقه. طبعا الملح ده برضو حسب ما انتوا ايه تحبوا يعني. وهحط كده مكعب من الماجي، اللي هي الفاين فودز المكعبات دي. اهي بشكل بسيط جدا وهتتعمل معاكم بمنتهى السهوله جدا جدا. هنحط بقى ده اساسي في البطاطس بتاعتي، بحب احطه. هو معلقه الكمون بتدي طعم حلو جدا جدا وريحه، وبتبقى فظيعه قوي قوي قوي. ونزلت كده عليها بمعلقه صغننه من جوز الطيب. وهحط بقى عليهم برضو معلقه كده حلوه من البابريكا. لو في اي نوع في التوابل دي مش موجود ما تحطوش، بس اساسي في الوصفه بتاعتنا الكمون والفلفل الاسود والماجي. تقدري لو في حاجه تانية ما تحطهاش. حطيت بقى ايه شويه كده صغيرين من الميه، عشان بس ايه تمشيلي الطماطم بتاعتي في الخلاط. هي كانت تقيله اهو بالشكل اللي انت شفتوه ده بعد ما فرمتها كويس جدا جدا. هنا بقى كده البطاطس المتشوحه، وجبت بقى الطماطم اللي عملناها في الخلاط وفيها التوابل بتاعتها كلها. وكده ايه كل التوابل بقت متدوبه خالص مع الطماطم كويس جدا. هنزل بقى عليها على البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. وهنا برضو اللحمه اللي انا قلت لكم عليها انا حطيتها كده بس عشان تاخد طعم، لكن يعني خدت حبه من المسلوقه اللي انا اعملها معاها. لكن انت تقدري انك ما تعمليش معاها اي حاجه خالص، طعمها بيكون خطير وبتكون رهيبه جدا جدا بصراحه. انا ضفت عليها بقى اللحمه زي ما قلت لكم كده اهو بالشكل ده. بس طبعا لسه برضو ان انا هحط لها كبشتين من شوربه اللحمه اللي احنا ايه كنا سالقين فيها اللحمه، لان الشوربه بتاعتها بتديها طعم حلو جدا جدا. ولو مش متوفر عندك لحمه ولا فراخ، تقدري ان انت تحطي عليها شويه كده اهو من الميه السخنه. طبعا بقى ايه بس تزودي التوابل شويه عشان تبقى يعني متبهره كويس جدا، لان طبعا الشوربه بتاعتي انا عاملاها ببهارات، فطبعا مديها طعم برضو ايه حلو قوي. تمام، هنا بقى حطيتها على النار تاخد كده غلوه من فوق، عشان بس البطاطس تكون مستويه كويس. بعد كده بقى دخلتها الفرن، سبتها لحد ما استوت خالص نهائي، وهي في قلب الفرن وشها احمر، وكان شكلها فظيع، وكان طعمها بجد خطير جدا. والله العظيم لو جربتوها من غير لحمه ولا فراخ هتعجبكم جدا جدا وهتتاكل. اتمنى ان الوصفه بتاعتي تكون سهله وسريعه بالنسبه لكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، واشوفكم بقى في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.